كانت بطلتنا قاعدة في أوضتها وهي ماسكة صورة لشخص، وكل ما حد يدخل عليها تخبي الصورة بسرعة لحد ما شافت أختها. خضتيني يا شيخة، فكرتك ماما. بتعملي إيه أصلا؟ ولا حاجة، قاعدة ماسكة صورة الأستاذ تقيل ومستنياه يحن. انت عبيطة يا ترى؟ هو يعرف انك عايشة أصلا في الدنيا؟ بصراحة لا، بس عادي يعني، ربنا قادر على كل شيء. وهو حضرتك مش فاكرة ربنا وقت اللي بتعمليه ده؟ الترنيم بالله عليكي، انا مش ناقصه صداع وكلام من ده، انا عارفه انه حرام بس غصب عني، وبعدين كلنا خطائين. تمام كلنا خطائين، بس بنحاول ان احنا نوقف الخطأ ده، مش زي ما حضرتك بتعملي جهر بالمعصيه. جهر بالمعصيه مره واحده خلاص يا ست، اللي تشوفيه وانت صح، بس حلي عني. انا خايفه عليكي يا تارا، اللي بيخاف على حد مش بينصحه بالشكل ده يا ترنيم، وكل مره مش بتستفادي حاجه غير ان انا بسكتك وخلاص. الفكره انك عارفه اني صح بس رافضه تعترفي. بالعكس، انا شايفه انك صح، بس اسلوب نصيحتك برضو زيرو، وانا مش هاخد بيه. وبعدين مفيش حد في الدنيا دي كامل، انا اهو بحاول وبعافر، بس الفكره ان الذنب ده مش قادره اسيطر عليه. وبعدين الحب عمره ما كان حرام، هو فعلا مش حرام، بس طريقته غلط وحرام. كل ده علشان ماسكه صوره ليه؟ حاضر هخبي الصوره ومش هشوفها تاني. حاجه تانية، انت بتسكتيني وخلاص. لا مش بسكتك، وبعدين حتى لو بسكتك مش الامر ده يخصني، ويوم القيامه كل واحد هيجي يشيل شيلته، فمالكيش دعوه بيا. هي بقت كده يا ترى؟ تمام حاضر ماليش دعوه. خرجت ترنيم على بره وهي متضايقه جدا من اختها اللي تجاهلت تماما ورجعت تحلم بنفس الشخص. اوقات كتير قوي كانت بتخونها دموعها، بس بترجع تمسحها بسرعه وتقول ان ربنا هيجعل يوم نصيب سوا. دي تارا بطلتنا في سنه رابعه جامعه، عندها هوس بزميل ليها في الكليه معروف انه ابنه العميد واسمه تيم، باباها شيخ. راحت الجامعه تاني يوم وكانت ماشيه بتقرا في المحاضره اللي هتتسال فيها، فخبطت في واحده وقتها. اسفه، انت حيوانه ماشيه زي القطر، مش بتبصي قدامك. انا اعتذرت على فكره، وبعدين الغلط مش مني لوحدي. لا ازاي منك يا حلوفه، واعتذارك مش مقبول. وبعدين انزلي هات الكتاب اللي وقع مني. طب ما انا برضو كتابي وقع مني على فكره، وبعدين انا مش خدامه عندك، وطالما ما قبلتيش اعتذاري انزلي هاتيه لنفسك. كمان بتبجحي فيا، ما تعرفيش انا مين؟ مش عايزه اعرف اصلا، وبعدين هتكوني مين؟ خلاص عرفتك من اخلاقك واسلوب ردك، انت واحده غبيه وانا هوريكي. رفعت ايديها علشان تضرب تارا اللي ما استوعبتش غير لما حد وقف قصادها وزعق فيها. في ايه يا حنين؟ بترفعي ايدك عليها ليه من الاول؟ عشان دي واحده مش متربيه، وانا هعرف كويس اربيها، فلاحه ومحجبه. والله بجد، هما الفلاحين الايام دي هما اللي لابسين الحجاب بس، وبعدين واضح مين فينا اللي مش متربي، وكمان مش طالعه من بيت راجل. انت مش عارفه بابا يبقى مين؟ ده انا هوديك في داهيه. ايه حكايه الداهيه اللي عماله بتهددي بيها؟ وبعدين انا اللي ممكن اوديك في داهيه على رفعتك ايدك عليا. رد الشاب في اللحظه دي. خلاص يا حنين، زادت منك قوي، وبعدين ايا يكن اللي حصل ما ينفعش تمد ايدك على حد. يا تيم يا حنين، لازم تعيش الدور قدام اي بنت يعني؟ انا مش بعيش ادوار، وعيب منك كده. قال كده ونزل يجيب الكتاب بتاع تارا وبعدين اداهولها. اتفضلي وامشي انتي. شكرا. هتخليها تمشي ليه يا تيم؟ عموما انا مش هسيبك، واعرفك ازاي تتكلمي مع حنين علام بالشكل المهزأ ده. اعلى مفخلك اركبيه، تمام؟ اظن تمام. مشيت شويه ولقيت اختها ترنيم قدامها، وبعدين اتكلمت بحماس. انا شكلت مع البنت دي وعارفه مين اللي دافع عني. بتتكلمي مع حنين ليه اصلا يا تارا؟ هي يا بنتي اللي مستفزه، وبعدين سيبك منها وركزي معايا. بقولك عارفه مين دافع عني؟ تيم هو اللي دافع عني. وحضرتك بقى ما تعرفيش ان تيم صاحب حنين المقرب؟ اتمنى بس تاخدي بالك، بكره لما يحبني صدقني هخليه يتوب وما يعرفش بنت في الدنيا غيري. انا نفسي تخرجي من السكر اللي انت فيها وتستوعبي الدنيا والناس. واحد زي تيم ده عمره ما هيتغير، وهيفضل طول عمره شخص مؤذي ليكي. يا ريت ما تعمليش كده في نفسك. ترنيم، هو انت ليه بتكرهي ليا الخير؟ انا اختك على فكره، والمفروض انك تساعديني او حتى تعامليني باسلوب احسن من كده. انا بعاملك بالاسلوب اللي تستاهليه، بس الفكره انك واخده كلامي بسلبيه. يا ترى بابا شيخ، واحنا نستاهل احسن واحد في الدنيا، وحياته ما تبقاش في الكباريهات او صحوبيه البنات. انا واقفه بتكلم ليه معاكي اصلا؟ بعد اذنك يا ترنيم، ورايا محاضره. طبعا هي راحت المحاضره وكانت مبسوطه جدا ان تيم اخد باله منها، ولو حتى لحظات لسه هتدخل من باب المدرج لقيت بنت خبطت فيها، وبعدين وقعت العصير عليها قصد. حصل خير والحمد لله. خير ازاي وهدومك كلها باظت؟ عموما تستاهلي، وبعد كده ما تلعبيش مع حنين. يعني انت قصده بقى؟ ايوه قصده، وتستاهلي اكتر من كده، وصدقيني دي البدايه وبس. المفروض ان انا اخاف او ازعل؟ ثانيه واحده. شافت بنوته ماشيه معاها عصير، اخدته وكبته على هدوم البنت، وبعدين اتكلمت وهي مربعه ايديها. يا حرام. عموما تستاهلي، وبعد كده ما تلعبيش مع تارا. ازاي تعملي فيا كده؟ انت غبيه. هدي صوتك، وصدقيني مش انت بس لوحدك اللي بتعرفي تقلي ادبك، بس الفكره ان انا طالعه من بيت محترم، واكيد مش هعاملك بالمثل، صح؟ عدي يلا بقى.
اتحركت تارا وراحت الحمام علشان تغسل هدومها، وبعدين وقفت شوية علشان تنشف ورجعت تاني. لقيت المعيد دخل وكان راجل كبير. معذرة يا دكتور، بس في بنوتة وقعت حاجة على هدومي وكنت بغسلها. اطلعي برا. تمام، بعد إذنك. بسهولة كده عايزة تطلعي؟ ماليني اسمك ايه؟ ولا أقولك هات الكارنيه. أنا عملت ايه بس يا دكتور؟ بطلي بجحة وهات الكارنيه بقولك. لا إله إلا الله. تمام، المفروض إن أنا أكون غلط، عشان كده حضرتك عايز الكارنيه، فأقول غلطي قدام زمايلي وتفضل الكارنيه. كمان واقفة بتردي عليا. بصيت على زميلها ولقيت البنت اللي وقعت العصير عليها بتتكلم. يا دكتور، دي سبب ان انا احضر وهدومي كده. كمان وقعت عصير على زميلتك وجايه بتقول ان هي اللي وقعت عليكي. انا مش مجبره ان انا اكذب علشان خاطر اي حد. هي وقعت عليا وانا وقعت عليها. طب هات الكارنيه بتاعك. لسه هترد لقيت حنين جت وبعدين بدات توشوشه، فابتسمت وقتها وهي بتبص على زميلها وهو زعق فيها. بتضحكي على ايه؟ انا ما ضحكتش. اتفضلي على مكتب العميد يلا. اوكي تمام اتفضل. ارن على بابا ولا العميد هيرن عليه؟ قدامي. راحت مكتب العميد ومعها حنين وكذلك البنت والدكتور ده. فالعميد طبعا اول ما شافها استغرب. في يا دكتور علام؟ البنت الوقحه دي قالت مني قدام الطلاب، وكمان يا دكتور تصور قالت ادب على حنين وعلى زميلتها ووقعت العصير على هدومها. تارا مش معقول. لا معقول. ولما قلت لها هات الكارنيه رفضت انها تدي ليا. تيم كان حاضر. ايوه. طبعا العميد رن على ابنه لانه اتعود من تيم رغم كل حاجه غلط بيعملها الا انه مستحيل يكذب. فتارا قالت ممكن ارن على بابا؟ لا يا تارا ملوش لازمه تتعبيه. تمام، اللي تشوفه حضرتك. بعد شويه تيم جه وطبعا حنين كانت متوقعه انه هيقف جنبها طالما الحوار اتصعد للعميد، لكن هو قال كل حاجه حصلت وتقريبا ادى سبب جديد لتارا انها تحبه اكتر. طب بخصوص العصير اللي وقعتيه على زميلتك يا تارا؟ بصراحه يا دكتور انا كنت داخله وبعدين هي وقعت عليا العصير. انا قلت لها حصل خير، لكنها قالت انها قصدها بسبب المشكله اللي حصلت ما بيني وما بين حنين. وبعدين افتكرت الايه الكريمه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. عشان كده انا جبت عصير ورميته عليها وربنا يسامحني. تمام، انا هكلم الشيخ بخصوص اللي حصل وانا اعرف ازاي الاستاذه تارا تكب عصير على زميلتها. اللي تشوفه حضرتك. بخصوصك يا دكتور علام، مش معنى ان بنتك تيجي تقول لك حاجه تيجي تعمل مشكله لطالبها. لولا ان انا عارف تارا كويس كان ممكن اظلمها، وكده حرام عليك. احنا هنا الطلاب ولادنا مش اعدائنا. تمام يا دكتور. قال كلامه بغل واضح وبعدين خرج خالص من المكتب وبعدوا البنات. فتارا فضلت واقفه. في حاجه يا تارا؟ لا بس يا دكتور حابه اشكر زميلي تيم انه قال الحقيقه. ولا يهمك اتفضلي. خرجت تارا وطبعا كانت مبسوطه جدا. وبعدين تيم لسه هيخرج فلقى بابا بينادي عليه. استنى يا تيم. ايه يا بابا؟ ايه رايك في البنت دي؟ انا يا بنت مش واخد بالي. انا اقصد تارا بنت الشيخ. على فكره البنت ملتزمه وباباها كذلك ومحترمه جدا ومن شخصيتها ضعيفه. وانا مالي؟ هو انا رايحه اناسبهم؟ انا بفكر في الحوار ده بصراحه. لا يا بابا اكيد مش هتجوز واحده زي دي عمري ابدا. واكيد انت بتهزر معايا. هو انت مفكر ان اخر رفقه كان اخليك تتجوز واحده من الاشكال اللي تعرفها او حتى ماشي معاها؟ انا صابر عليك بمزاجي، بس يوم ما تتجوز انا مش هجوزك الا واحده زيها. وانت مفكر يا بابا ان نوعيه من البنات دي شريفه وعفيفه قوي؟ على فكره اللي انت بتعمله ده اسمه قذف ومحصنات. لا انا مش بقذف حد، بس عايز اقول لك ان البنات كلهم زي بعض وان دي مش احسن منهم في حاجه. وبعدين مش معنى ان انا قلت الحقيقه انك تدبسني فيها. انت بتحاول تشوه صورتها علشان اقول لك اتجوز اي واحده على كيفك وبعد يومين 3 تقول انا عايزه اطلقها. لا طبعا يا بابا. خلاص يا تيم روح دلوقتي. تمام. طلع على بره وهو متضايق جدا ورجع تاني ندم انه قال الحقيقه ووقف جنب اللي اسمها تارا دي. قعد على الترابيزه اللي كان عليها البنتين وطبعا كان معاهم شابين تانيين. فحنين قالت بنرفزه انت عملت كده ليه؟ هي دي الصداقه اللي بينا؟ حنين بالله عليك انا مش ناقصك. وبعدين ما انت عارفه ان انا مش بكذب. انت بوظت صورتي انا وبابا قدام باباك لمجرد الانانيه وبس. انا مش اناني ومش هغير مبدئي اللي اتربيت عليه لا عشانك ولا عشان اي حد. وعموما خلاص انا ندمت. ارتحتي ليه؟ هو باباك رايح يخطبها ليك طالما بقى انها مش بتغلط والست العفيفه الشريفه؟ تخيلي بقى سخريتك دي قلبت عليها بحقيقه. ايه انت بتقول ايه؟ كلهم ضحكوا عليه. فحنين قالت طب والله حلو قوي. ايه رايك بقى ان انا وانت نعمل تحدي تخليها تقع في حبك وفي نفس الوقت تثبت لباباك ان الست الشريفه العفيفه دي لا عفيفه ولا حتى شريفه وانها بتكلم وبتصاحب اي شاب وخلاص. انا مش للدرجه دي، بس هو مش مقتنع ان كلكم زي بعض. لا ازاي؟ انت لازم تقنعه وفي نفس الوقت ده رهان. لا انا مش عايزه اراهن على حاجه. لا هتراهن لو انت مقتنع انك اجمد شاب في الدنيا ومفيش حد يقدر يقول لك لا. ولا انت بقى عامل علينا روش وان جينا للحقيقه 0 على الشمال. انا وانت عارفين كويس قوي ان لو حطيت واحده في دماغي هجيبها زحفه ليا. هو فين ده؟
انا مش شايفه غير كلام وخلاص. بلاش تتحدين يا حنين عشان تطلعي خسرانه. خسرانه؟ طب كويس انك مصدق نفسك. هي بقت كده. طب الرهان على ايه؟ عربيه؟ وهو انت حيلتك ايه علشان تراهني على عربيه؟ عشان انا عارفه انك هتطلع خسران. بس خلاص، صحابنا كلهم شاهدين اهو ان انت لو طلعت كسبت عليا يبقى ليك عندي عربيه. يبقى جهزي فلوسك من دلوقتي. قال كده وقام زق الكرسي جامد وراح يدور على طارة اللي كانت قاعدة بتذاكر محاضرة والد حنين، فوقف قدامها وقتها. عاملة ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة؟ ايه الاسلوب الناشف ده؟ هو المفروض ان اكلمك بأنهي اسلوب؟ اي اسلوب غير ده. ما علينا. في حاجة؟ بصراحة والد حنين رافض انه يدخلني المحاضرة، ودي مشكلة كبيرة. يا حرام. طب وانا مالي بقى؟ اعمل ايه؟ هو كمان رافض ان انا ادخل اي محاضرة ليه، وقاعد اهو بذاكر. طب ما هو طردني بسبب حضرتك، ولا انت ايه رأيك؟ تمام، هو طردك بسببي، انا اعمل ايه؟ ولا اي حاجة. بعد اذنك ثانية واحدة بس، فهمني لان انا مش بفهم الاشارات. كنت بقول يعني المفروض تشرح لي كل المحاضرات دي، وخصوصا ان والد حن كان هيديلي كورس بره، بس هو رفض. بس انا مش هعرف اعمل كده، وبعدين طالما هشرح ليك يبقى دي خلوة. مش فاهم يعني ايه خلوة؟ لا ده موضوع طويل قوي، بس والله تستاهل اكسب فيك ثواب واعرفه لك. في 3 حاجات. اول حاجة البصر والخلوة والاختلاط. طبعا اطلاق البصر حرام، والخلوة والاختلاط ده مادام حد مش من محارمك او مراتك تبقى برضه حرام. من محارمي والدتك مثلا، اختك، بنتك، بنت اختك، بنت اخوك، اختك في الرضاعة، وطبعا لازم الرضاعة اللي تخليها تتحرم عليك وما ينفعش تتجوزها. ده ظاهر بقى الموضوع طويل. هو ده في شرح دكتور علام؟ ضحكت وقتها غصب عنها. لا ده في شرح احسن من شرح دكتور علام، وهو الاسلام. في آية في القرآن بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. بمعنى ان انا وانت اهو بنتكلم، فنظرتك الاولى دي ليك والتانية عليك. الاول نظرة عابرة انك شفتني وخلاص، والتانية طالما تعمقت في النظر يبقى كده ذنب عليك. وبعدين فاكر ايام ابتدائي لما كان عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة أنا فاكر الحديث ده. ما هو بقى الحديث ده بينهي عن إطلاق البصر. فهمت يعني إيه غض البصر؟ أيوة. أنا لو سبت عيني كده عليا ذنب كبير، صح؟ أيوة طبعا. وطالما عرفت يبقى من النهاردة بقيت تتحاسب. نيجي بقى للخلوة. في خلوة شرعية وخلوة محرمة. الخلوة الشرعية إنك تقعد مع مراتك في مكان مقفول، لكن الخلوة المحرمة إن يختلي الرجل بالمرأة ومفيش ولا صلة قرابة ما بينهم في مكان بعيد عن الأنظار، وطبعا ده حرام شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. يعني معلش، مفيش راجل غريب هيقعد مع ست في مكان مقفول ويسبح ربنا، لازم الشيطان يقعد يوسوس. قلتيلي أنا راجل وفاهم. حتى لو حضرتك فاهم مش بنقول كده على فكرة. ما علينا، المهم إن ده حرام. ونيجي للاختلاط. أنا قلبي مش مطمن للتالت ده. ما هو شلة طارق كابو اللي انت عاملها مع البنات والشباب. الاختلاط هو ان يجي مجموعة رجالة مع مجموعة بنات في نفس المكان ويتكلموا ويهزروا واصحابه كده. طبعا في الإسلام ده حرام شرعا، ولا يجوز قعدتك معاهم حتى لو معاك ناس كتير. يعني أنا دلوقتي عليا ذنب كان وهيبقى عليك في دي، وهتتحاسب عليها يوم القيامة. ايه يمنعك انك تبحث في الدين وتعرف؟ هتتحاسب. هو الدين في حاجات كتير قوي كده. الدين بيصون القلوب وبيعفي الإنسان سواء كان واحد أو واحدة، ويحل الحلال ويدوقك طعمه في حق. الدين يسر وليس عسر. وبعدين طالما الفتن كتيرة يبقى هتخليك تشوف الحلال حرام والحرام حلال. حاسس كده دلوقتي؟ طب هقولك على حاجة. تخيل مثلا انك لا قدر الله تروح تصاحب بنت وتغلط معاها في تجاوزات، زي مثلا مسكة ايد وحاجات بسيطة بالنسبة ليك، واللي بيحصل اوقات في العادي بين الصحاب بالنسبة ليكم، وجيت مثلا ما حصلش نصيب بينك وبينها. تمام. ويبقى ليك صاحب عامل نفس الشيء مع واحدة، بس تروح انت بقى تتجوز الواحدة دي. هل ده يرضيك؟ ولا انك تبعد عن الاولى والتانية تعرف نفسها ليك وتتجوز التانية على طول؟ انا بفكر في مشكلة اكبر، ان انا احس بجرح كبير قوي. ما الاسلام حرم ده علشان خايف على قلبك من الجرح. تصدقي اقنعتيني، وانا صعب ان حد يقنعني. اما لو دورت في الدين شوية هتبقى اسعد واحد في الدنيا كلها. يعني انت سعيدة؟ انا سعيدة بس طمعانة في كرم ربنا في حاجة واحدة بس. ادعيلي ربنا يحققها لي. ربنا يحققها ليكي. وفجأة سمعت صوت اختها بتزعق: طارة بعد اذنك بقى، اختي ترنيم جت وانا هروح اشوفها. وفعلا راحت تكلم اختها اللي اتنرفزت عليها جامد وزعقت فيها. بتتكلمي معاه ازاي؟ هي دي اخلاقنا ولا دي تربيتنا؟ انا مش قصدي حاجه، وبعدين هو جاي يتكلم معايا. انا هتكلم مع بابا في الحوار ده، ولازم انه يرجع يعيد تربيتك من تاني. اعملي اللي تعمليه، وكمان مش فارق معاكي. هيفرق معايا ايه ترنيم؟ كل حاجه تهديد منك ومن الدكتور ومن كل الناس.
بدل ما تهددوا روحوا نفذوا وريحوني بقى. وعلى فكرة بابا لما يتكلم معايا بيتكلم بشويش وبهدوء وبيعرفني غلطي وبعرفه. تمام، انا بقى اتكلم مع بابا في خصوص حوار تيم، خليه يتكلم معاكي بالراحه. وقتها صدقيني انا لو حصل ايه عمري ما هقولك. سابت اختها ومشيت ورجعت البيت. وطبعا ترنيم قالت لبابا على كل حاجه حصلت، فسالها وقتها ايه اللي حصل. هقول لحضرتك على كل حاجه. حكيت له وقتها، بس طبعا ما قالتش ليه على حوار انه عايزها تشرح ليه، بس قالت مشكله في الكليه، وبعدها انها كانت بتفهمه الفرق ما بين اطلاق البصر والخلوه والاختلاط، واعتذرت بعد ما عرفت غلطها كالعاده. وبعد ما خلصت قامت ودخلت اوضتها ووراها ترنيم. انا بعد كده هعرف ماما مش هعرف بابا. يا ترنيم بقى انا زهقت، عايزه مني ايه؟ عايزاكي تتظبطي وتتعاملي انك بنت بابا بحق في اسلوبك وطريقتك والحلال والحرام. حاضر. وايه كمان؟ يعني بتتريقي عليا ورافضه فكره النصيحه؟ حاضر، هحاول ان انا اتقبل فكره النصيحه وان انا ابقى مثاليه وما اغلطش خالص. يعني انت مش بتغلطي يا ترنيم؟ كلنا بنغلط، بس انت غلطك كبير. لا اله الا الله. حاضر، هحاول ان انا ما اغلطش خالص. برضو اتحركت وراحت البلكونه تقف فيها بعد ما زهقت من اختها، فلقيت تليفونها بيرن. السلام عليكم. مساء النور، مين معايا؟ حسن كوبايه. ده انت بتتصرف بقى، مع السلامه. وفعلا عملت لي بلوك بعد ما قفلت السكه في وشه، فلقيته بعت لها على الواتس انا تيم وبهزر معاكي، فك البلوك. فكته وقتها فرن وهي ردت هو انت من باقي العيله عشان تهزر؟ فكرت انك هتبقي عارفه صوتي. انا عارفه صوتك، بس مستحيل تيم يتصرف بالشكل ده. لقيتها كده عادي، تيم بيعمل اي حاجه. المهم عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. بتعملي ايه بقى؟ ابدا، واقفه في البلكونه بعد ما اتشكلت مع ترنيم اختي بسببك. الله، وانا مالي يا لمبي؟ لا ازاي، ده انت مالك ونص كمان. المهم قولي رنت لي. بصراحه بقى ومن غير لف ولا دوران، انا عايز الشرح، انا مش هضيع نفسي كده. وبعدين عرفت انك دحيحه ومبهدله الدنيا بتفوقك. بص، عشان انت وقفت جنبي وخليتني انتصر في وقت اللي كنت متوقعه فيه ان انا هتهزق وممكن اتفصل، انا ممكن اسجلك الشرح وابعته. تبقي خدمتيني جدا، وكنت شفت رغيه كده على جروب الدفعه انك فنانه في عمل كيكه بالشوكولاته. وبعدين عايزه ادوق، ولا انا يعني ماليش نفس زي باقي الدفعه؟ حاضر. عايز حاجه تانية؟ انا مش فاهم ليه الاستعجال في القفل ده. انا مش بشحت منك على فكره، احنا لسه متكلمين النهارده عن الخلوه والحاجات دي، بس انا بتكلم دلوقتي في التليفون. تمام، التليفون خلوه برضو، وكمان الشات خلوه. يا نهار ابيض. كان بيحاول انه يماطل في الكلام، بس هي كانت بتقفل معاها بسرعه لحد ما قفل فعلا. وطبعا حس انها غير الكل، لكنه رجع افتكر ان كل البنات زي بعض. سجلت لي اول محاضره وبعدين بعتتها، وطبعا طول ما هو بيسمعها كانت بتقوله صلي على الرسول، وفضل يصلي عليه. تاني يوم جت الجامعه وكان معاها لانش بوكس، فضلت تدور عليه لحد ما لقيته واقف بعيد مع شلته، فندت عليه تيم. عايزه ايه؟ مفيش. لسه هتمشي اتكلمت البنت اللي وقعت عليها العصير. يا حرام، ما صدقت انه وقف معاها مره فجايه تتلزق فيه. ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ وبعدين احترمي نفسك، مش كل الناس زيك على فكره. هو انت تقولي تبقي زي مجرد شحاته؟ تجاهلتها تماما وبعدين مشيت، فلقيت تيم جه وراها. لو سبت حقك هيقولوا عليكي سايبه حقها ليه؟ انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. ناديتي عليا ليه؟ اتفضل الكيكه اهي، ويا ريت لا تكلمني ولا تبعت لي اي حاجه. حاضر من عينيا. انا ليه حاسه انك بتتريق؟ عموما مش مهم. طب انا اسف، حاولت ان انا اوازي الامور، لان في الاول والاخر دول صحابي وانا وقفت جنبك كتير، بس لو عايزه نرجع اعتذر منك قدامهم انا موافق. انت مين اصلا؟ يلا سلام. قالت كده واديته البوكس وبعدين مشيت، وهو طبعا طول النهار بيدور عليها لحد ما لقاها واقفه عند الورد وعماله بتقطف منه. معقول في ورد بيقطف ورد؟ تسلم ايديكي، الكيكه تجنن. الف هنا. لسه زعلانه مني من الموقف اياه؟ لا، مناخيرك هتكبر من كتر الكذب. قولي الحقيقه بقى، عادي مش هتخسي يعني. ما دي الحقيقه، وانا مش شايفه ان الامر يستاهل ازعل. هو انت حاطه ايربودز في ودنك؟ ايوه. عرفت منين؟ حسيت. قالها بابتسامه، فبصيت له وقتها بضيق. وانت مالك انت؟ انا اسف. ثانيه واحده بس، انت اتضايقت؟ طب على فكره بقى، انا مش قصدي حاجه، وكنت بسمع قصه حب عن اغلى مهر في الاسلام. طب ما تقراي روايه احسن وهتبقى مسليه على فكره. لا، انا بحب قصص الواقع اكتر، واتمنى ان انا اعيش قصه حلوه ومميزه زي كده. طب ايه بقى حكايه اغلى مهر في الاسلام دي؟ بص يا سيدي، تسمع عن سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه؟ طبعا. بطله القصه دي الصحابيه ام سليم، والدة سيدنا انس بن مالك رضي الله عنهم وارضاهم. ام سليم كانت من السابقات لدخول الاسلام، وهي كانت امراه مؤمنه راجحه العقل، وابنها انس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتيم
وهي كانت بتقول: لا أفطم أنس حتى يدعى الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. وعدت سنين والحديث عن أنس وأمه بين الناس، والكل كان عنده احترام وتقدير لأم سليم والدة سيدنا أنس. وكان في الحد ده كان أبا طلحة، فهو تقدم للزواج من أم سليم وعرض عليها مهر غالي، إلا إن المفاجأة اللي أدهشته، ودي كانت فرصة عظيمة وكبيرة جدا علشان المال والجاه والشباب. فردت أم سليم بكل أدب وعزة وقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. وهو وافق. قالها باستغراب، فابتسمت وقتها. الكلام ده هز كيان أبا طلحة وأعجب بها أكتر، وشاف فيها المرأة العاقلة، وحس إن عمره ما هيلاقي زوجة صالحة زيها ولا أم عظيمة لأولاده أكتر من أم سليم. ما حسش بنفسه إلا لسانه وهو بيردد: أنا على مثل ما أنت عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ودي بقى يا تيم كانت قصة أغلى مهر في الإسلام. جميلة قوي. طبعا نسيت إن أنا مضايقة منك. ليه بس؟ ده أنا غلبان والقطة بتاكل عشايا. وخلاص يا ستي، خلي قلبك أبيض بقى. خلاص، قدر الله ما شاء فعل. وقف يتكلم معاها، وطبعا حنين كانت بتبص عليهم، فراحت نادت على العميد علشان يجي يشوف المحترمة. طبعا العميد اتضايق جدا وزعل من تارة. أما عن تيم كان بيتحجج كتير قوي علشان يكلمها، وكان بيبعت لها مسجات كتير ليها. وفي مرة فضل يرن عليها وهي ما كانتش بترد عليه، وفجأة فتحت: في ايه؟ كل ده علشان تردي؟ هو انا اشحت منك ولا ايه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ يعني متجاهلاني بقالك ساعتين وتقولي لي بتكلم كده ليه؟ مستوعبه كميه الغلط؟ لا مش مستوعبه، غير انك بتكلمني باسلوب وحش. وبعدين انا ليه اتجاهل ارد عليك؟ مش عارف، اسالي نفسك. ما يمشيش معاك قيام الليل؟ وبعدين انت بترن عليا في وقت زي ده ليه؟ هو ينفع كده؟ اه طبعا ينفع، وانا حره ارن في اي وقت، وانا مش صاحبه ليك. امال احنا ايه؟ انا بشرح ليك وخلاص، وانت شايف بقى ان انا بحاول احد من الكلام معاك على قد ما اقدر، لان ده حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت لو عاجبك واحده ما تروحش تاخدها صديقه، عايزها روح اتجوزها على طول، انما شغل الصحاب ده مش عندي ومش معايا. يعني بتقول لي اجي اتجوزك؟ لا طبعا مش بقول كده، وعمري ما اقول كده. امال ايه بقى معنى كلامك ده؟ انا هروح اصلي قيام الليل وبعدين ابقى اجي اقول لك معنى كلامي. كل ده ولسه ما خلصتوش؟ لا لسه. بتصلي ايه في قيام الليل ده؟ بصلي 11 ركعه زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بقعد اسبح ربنا واقرا في المصحف، واوقات بذاكر شويه بس مش على طول. سبحان الله، ناس بتصلي قيام الليل وناس اصلا مش بتصلي صلاتها العاديه. اكيد مش مسلمين. لا دول مسلمين. انت عايز تقنعني ان في مسلم في الدنيا مش بيصلي؟ ياه كتير قوي. لا طبعا مفيش مسلم في الدنيا مش بيصلي، وانا ممكن احلف لك بكده كمان. قول مسلم بيقطع في الصلاه شويه او بيبقى كسلان شويه، لكن مش بيصلي لا. جايبه الثقه دي كلها منين؟ انا عارفه بقولك ايه. طب على فكره انا مش بصلي. حسيت بنغزه كبيره في قلبها من رده ليها. تبقى مش مسلم؟ بسيطه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وكمان قال في حديث صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وبعدين واحنا صغيرين أخدنا أركان الإسلام، ومعنى أركان الإسلام إن الخطوات اللي لازم نمشي عليها علشان نبقى مسلمين، وطالما أنت رفضت إنك تمشي على الخطوات دي تبقى مش مننا. يعني أنا كده مش مسلم. هقولها لك تاني، لأن العلم عند الله، بس حسب كلام الرسول. أيوة يا تيم، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ما بتصليش يبقى ما عندكش دين. انا مش عارف. وبعدين الصلاه بتضيع وقتي. يعني حضرتك بقالك شويه بتلغي معايا وبالنسبه لك عادي الوقت ما ضاعش، بس بالنسبه للصلاه هيضيع صح؟ الفكره ان في نهايه كلامنا انت هتروح تنام وانا هروح انام، بس في نهايه الصلاه يا هتدخل الجنه يا هتدخل النار. فاهمني؟ فاهم. ومحدش قال ان الصلاه مهمه كده. مش لازم ان حد يقول لك يا تيم. وبعدين 70% من تربيتك انت اللي بتربيها لنفسك، مش اهلك. على فكره سيدنا موسى عليه السلام اللي مربيه كان فرعون، وسيدنا نوح عليه السلام ابنه كان كافر. تيجي انت وتقولي محدش قال؟ مع الاسف اقنعتيني، وحقيقة انا فعلا غلطان. يبقى تقوم تتوضى دلوقتي وتصلي، وكمان تصلي صلوات اليوم كامله، وبعدين صلوا قيام الليل. عارف خطوات الصلاه؟ ايوه الحمد لله. بس معلش، ايه قيام الليل ده؟ مش هما 5 فروض؟ انت بتعمل ايه بالليل؟ عادي اقول؟ يعني انا ممشياك من يوم ما عرفتك عادي، وهتيجي في دي ومش هتقول؟ ايوه عادي يا تيم. اوقات بنزل الديسكو مع الشله، واحيانا بنروح كافيه نحتفل،
واوقات بقعد اسمع فيلم اجنبي. انا بعشق الافلام، واوقات مش هعرف اقولك علشان بنت وكده. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوف كميه الذنوب اللي انت بتعملها بالليل دي، بدل ما تعمل ذنوب زيها يبقى تصلي قيام الليل. انت بتخلو بالشيطان او بنفسك او مع صحبه سيئه، لكن في غيرك بيخلو مع الله. فرق طبقات، هي فعلا فرق طبقات في الجنه، مش هزار وكده. عموما اسال الله العظيم ان يهديك ويهديني كمان لصراط مستقيم. انا بجد زعلت من نفسي قوي. كل اللي انا بعمله حرام. اللي انت بتعمله ده من الكبائر يا تيم. مش بس حرام، الحرام مثلا انك تكذب، كده مش كبيره من الكبائر، لكن في نفس الوقت برضه ذنوب. الله اكبر. ثانيه بس، انا هروح انتحر، بس لو انتحرت انا كده هموت كافر. ومين قالك اللي بيموت نفسه بيكون كافر؟ والعياذ بالله. هو هيكون اسم عظيم وهيتحاسب على كده، لان روحه مش ملكه. فبلاش نستهين بالحاجه دي، لان كمان احنا ما نعرفش، ممكن نيجي يوم القيامه ونلاقيها كانت كبيره من الكبائر. يعني المسلم بحق شايف انها حاجه كبيره، فحجم واحد زي شايفها كفر، صح؟ حاجه زي كده يا تيم. المهم روح صلي بقى، وبعد ما تخلص صلاه ابعت لي مسج انك خلصت. من عينيا حاضر. بدات تبعت له فيديوهات عن الاسلام كتير، وهو طبعا كان بيبحث اكتر وفارق الشله بتاعته. وبدل ما كان بيصلي في البيت بدا انه يروح مسجد ويصلي هناك، لدرجه ان بابا كان مصدوم. بقول لك ايه، هو ابنك حصل له ايه؟ مش عارف، حتى في الجامعه بشوف صحابه قاعدين بس هو مش بيقعد معاهم. انا مستغربه، بس في نفس الوقت فرحانه قوي من التطور اللي حصل ليه. نفسي ربنا يهديه. حاسس ان ربنا هداه فعلا، وتقريبا عارف السبب. مش فاهمه قصدك. الموضوع بدأ لما اتكلمت معاه بخصوص بنت، وتقريبا كده ابنك علشان يثبت لي ان كل البنات وحشين راح يتكلم مع البنت دي ويصاحبها. فاكره بنت الشيخ؟ ايوه اسمها تارة. بالظبط، هي تارة دي. وتقريبا بدل ما يخليها وحشه زيه، هي بدأت تخليه حلو زيها. بس انا مبسوطه قوي، يا رب يقول يتجوزها. مستعجله على ايه؟ دلوقتي هيقول وانا افكرك. وفعلا تيم قرب قوي من تارة، وعلى طول كان بيتناقش معاها في الدين، لدرجة انه كان بيقول ليها معلومات جديدة هي اول مرة تسمع عنها، وكانت مبسوطة قوي بوجوده. وفي يوم، على فكرة بقى، انا اللي اخدتك السكة دي، والفضل يرجع لربنا، وربنا جعلني سبب ليك. طب تيجي اراهنك اللي انا اقدر اعلي عليكي؟ استغفر الله العظيم، رهان ايه بس يا ابني؟ اكيد حرام. حرام ازاي؟ طبعا كان مصدوم جدا، وافتكر كلامه مع حنين بخصوص تارة، فلقاها بتتكلم بحماس. هقولك الآيات القرآنية اللي حرمت الرهان والقمار والحاجات دي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حضرتك لما تتراهن معايا وتاخد مني فلوس، مش كده بتاخد أموال بالباطل ما تعبتش فيها؟ وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اتوعد اللي أخذ فلوس الرهان، وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شفت بقى يا تيم؟ أنت كنت هتعمل إيه من كل ده؟ وتأكد إن الشيطان كان بيضحك عليك فيه. أنا مظلوم وزعلان من نفسي قوي، يا رب سامحني. أنا كنت عاوز أقولك على حاجة بصراحة. قول اتفضل. سؤالي الأول، هو الرهان من غير فلوس برضو حرام؟ الرهان كله حرام، سواء بفلوس أو على حاجة معينة أو من غير حاجة أصلا، فهو برضه حرام. ماشي، هو زي اسمك تارة وأختك ترنيم وأبوك شيخ، عشان ماما هي اللي سمتنا ورفضت إن بابا يختار أسمائنا، وطبعا حصلت مشكلة كبيرة لأن هو كان عايز يسمينا، بس الحمد لله قدر ولطف. أنا عايزة أقول لك حاجة، كان لسه هيتكلم لقى ترنيم جاية ووقفت قدامهم وزعقت فيها. واقفة كده ليه؟ أنا كنت طب هنتكلم في البيت. هو ايه اللي نتكلم في البيت يا استاذه يا محترمه؟ واقفه في نص الجامعه كده مع واحد بتعملي ايه؟ هي دي اخلاقنا ولا تربيتنا؟ ترنيم بالله عليكي، انا مش عايزه فضايح. في اللحظه دي جت حنين مع البنت التانية. ايه يا بنت الشيخ، مش عايزه فضايح ليه؟ ولا ما تقفي مع واحد بشكل رخيص يبقى عادي، انما دلوقتي مش عايزه فضايح. كفايه حنين ولم نفسك. دلوقتي الم نفسي ولا ما كنا بنتراهن على عربيه كامله في مقابل انك توقع الكتكوته؟ ما كنتش الم نفسي. عموما اتفضل، مفتاح العربيه بتاعتي اهي، وانت كسبت الرهان. بصيت لهم تارة بصدمه. رهان؟ رهان ايه؟ رهان عليكي؟ امال انت مفكره ان التايم نصار هيجي يبص لواحده زيك؟ بص لنفسك في المرايه يا حبيبتي، انت زيرو على الشمال. انا بقولك اكتمي بقى.
تارا اسمعيني، انا فاهمك كل حاجه، اختي مش هتسمع منك اي حاجه، فاهم؟ يلا من هنا يا تارا. شدت تارا اللي كانت بتحاول تستوعب كل حاجه بتحصل حواليها، عيطت غصب عنها طول الطريق لحد ما وصلوا. فمامتها قالت: مالك يا تارا يا حبيبتي، اختك فيها ايه يا ترنيم؟ بنتك المحترمه كانت مصاحبه واحد وواقفه في نص الجامعه معاه، في الاخر الاستاذ طلع عامل رهان عليها انه يوقعها، وفعلا وقعها. ايه اللي بتقوليه ده يا ترنيم؟ ترنيم بتقولي الحقيقه يا ماما. مامتها اتصدمت وطبعا اتضايقت جامد لدرجه انها مسكتها ضربت تارا في اليوم ده، وكان ضرب مبرح. ترنيم ندمت انها حكت المره دي لمامتها، فمامتها زعقت: اياك الكلام ده يتقال لابوكي، فاهمه؟ والتليفون ده هاتيه، ممنوع تليفونات وممنوع حتى الكليه. حاضر حاضر يا ماما. فضلت تعيط، وطبعا باباها استغرب جدا انها حابسه نفسها في اوضتها، فخبط عليها وبعدين دخلها. طبعا مامتها كانت قايله انها ما تحكيش حاجه لباباها علشان ما يزعلش. مالك يا حبيبه ابوكي؟ عايزه احكي لك حاجه وتسامحني يا بابا. انا قلت برضو الحاله اللي وصلت ليها دي مش من فراغ. ايه اللي حصل واللي يخلي بنوتي تعيط بالشكل ده؟ فاكر يوم ما ترنيم جت تقول لحضرتك على تيم اللي انا وقفت اتكلم معاه؟ الحقيقه بقى انا بحب تيم من سنه اولى، وطبعا هو ما كانش واخد باله مني. بدات تحكي له على كل حاجه من البدايه لحد النهارده، وبعد ما خلصت بص لها باباها بحزن: انا زعلان منك قوي يا تارا. وانا كمان زعلانه من نفسي، بس قلت والله اكسب ثواب. هو يا بابا حرفيا ما كانش عارف اي حاجه في اي حاجه، وانا ساعدته. ما ينفعش نجيب البنزين كان بالنار ونزعل لانهم ولعوه. هو لو كان عايز يتغير ويقرب من ربنا كان راجل زيه بالظبط ساعده، بس يلا ما يجيش منه. هو اتغير فعلا، اتغير، بس انا خسرت حاجات كتير قوي يا بابا. يلا الحمد لله، وانا مش عايزاك انك تزعل مني. مامتك ضربتك، انا استاهل وكان لازم اتعاقب بالشكل ده. في اللحظه دي ترنيم فتحت الباب فجاه. انا يا بابا ما كانش قصدي اعمل مشكله ما بينها وبين ماما، حتى لو مش قصدك، بس انا ضدك، وبعد كده عمري ما هشاركك في اي حاجه تخصني. انا هبقى ماشيه في اي مكان وهبقى خايفه تيجي تكشفي ستر ربنا عني. كنت خايفه عليكي يا تارا. اللي بيخاف على حد مش بيروح يفضحه كل شويه، ولما يعوز ينصحه مش بيستخدم اسلوب التهديد والتعذيب. انا مش عدوه ليكي، انا اختك، صدقيني. كان ممكن اتراجع عن حاجات كتير وحشه قوي، بس اسلوبك هو اللي خلاني اسكتك وخلاص. عمري ما خدت كلامك بنيه كويسه، بس انا ما كانش قصدي حاجه. قصدك ولا مش قصدك، انا بحس انك بتكرهيني يا ترنيم. هو انا اقدر اكرهك يا ترى؟ ده انتي اختي، وانا عمري ما شفت طريقه كلامك غير كده. كمان ماما مش بتتعامل معايا زي بابا. انا كنت بخبي منكم كل حاجه، ولما كشفت ليكي قلت انك هتبقي ظهر ليا. كنت مضطره احلفك بالله ما تتكلمي، بس لقيتك على طول بتهددي. انتي مش مؤهله تبقي سند ولا سبب نصيحه. وعموما انا خلاص اتغيرت وعرفت انا ايه الكل اللي حواليا، ومش عايزه اخلص الكليه ومش عايزه اي حاجه. بدأت تعيط بانهيار، وطبعا أدركت حجم غلطها لدرجة إنها رفضت تاخد التليفون وترجع الكلية تاني. دايما كانت بتأنف في نفسها إنها كانت السبب، واتغيرت من شخص بيخاف ربنا جدا لشخص بيكلم واحد عادي وبيقف معاه بكل بجاحة يوم ورا التاني. وانهيارها كان بيزيد، وهو كل تفكيره كان بيزيد من كل حاجة بتحصل، وحاسس إنه طلع خسيس في حقها. حاول يكلمها كتير لكن بدون فايدة، وطبعا كان ملتزم في كل حاجة، وزي ما اتعلم منها كان بيتعلم مع نفسه حاجات أكتر. وفي يوم كان قاعد في أوضته بيقرأ في المصحف لحد ما باباه خبط ودخل، فسأل وقتها: في حاجة يا حبيبي؟ لا بس كنت حابة أسألك إنك كويس. الحمد لله يا بابا في نعمة. مفيش أخبار عن تارا لأن الامتحانات هتبدأ الأسبوع الجاي، وكده ممكن السنة تروح عليها. هي أكيد هتيجي على الامتحانات. لا، ما أنا كلمت باباها الشيخ وقال إنها رافضة تدخل امتحانات، فجيت أسألك. بابا هو أنت بتغير كلامك ولا أنا بيتهيألي؟ عموما أنا وهي مش بنتكلم، وتقريبا التليفون مسحوب منها. بس التليفون مش مسحوب، هي اللي رافضة تاخده، وكمان رافضة تكمل في الكلية، وتقريبا احنا الاتنين عارفين مين السبب. تقصد أنا؟ صح، أنا فعلا غلطت، بس مش في إيدي أي حاجة، وكنت كده كده هقول الحقيقة. هو أنت عادي بالنسبة لك إنها مش بتتكلم واختفت؟ لا طبعا يا بابا، عمر ما حاجة زي دي تبقى عادي، بس الفكرة إن أنا مش في إيدي حاجة. هو وجود تارا مهم بالنسبة لك قد إيه؟ بنسبة كبيرة، وتكاد تكون 1,000,000% كمان. أنا حاسس إني تايه، محتاج المرسى بتاعي، والمرسى بالنسبة لي هي تارا يا بابا. أنا بحبها، طب ما تتجوزها. وفكرك واحد زي يستاهل إني يتجوز واحدة زيها؟ أنا بدل ما أصون مراتي رحت قلت منها وخليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم عنها، وكمان كنت قاصد إن صورتها تتكسر في عينك. وحقيقة أنا حاسس بالقرف من نفسي. كلنا بنغلط يا حبيبي، بس الجدع اللي يعرف غلطه ويسرع في تصليحه. طب ممكن حضرتك تكلم والدها؟ أنا مش عارف أكلم والدها في حاجة تخصك. يعني يا تايم أنت مش صغير علشان تعمل كده. طب أنا أقدر أتواصل معاه إزاي يا بابا؟
وفعلا بابا ساعده انه يتواصل مع بابا طارة، فراح ليه في يوم في المسجد علشان يتكلم معاه بكل صراحة. وطبعا باباها كان كل اللي بيفكر فيه هو مصلحتها واللي يريحها. اتفق انه هيجي في يوم معين مع اهله، واليوم ده كان ليلة الامتحانات. كانت قاعدة سرحانة فلقيت باباها قاعد جنبها. انا زعلان منك قوي يا طارة. ليه بس يا حبيبي بتقول كده؟ علشان انا طول عمري اعرف انك طموحة، وعلى طول كنت بتعمد اني ما اعاقبكيش عقاب كبير عشان نفسك ما تتكسرش قدامي او قدام اي حد. كنت بخاف تخسري حاجة بسببي، بس دلوقتي خسرتي ومش عارف السبب. انا كويسة يا بابا، بس محتاجة فرصة اخد نفسي فيها. طيب انا عاوز اقولك حاجة، جايلك عريس النهاردة وعايزك تقعدي معاه وتصلي استخارة. موافقة؟ اللي تشوفي يا حبيبي. قالتها باستسلام، وهو زعل اكتر من استسلامها وكان تقيل جدا على قلبه. ويومها بالليل جهزت نفسها للرؤية الشرعية، ولما جه تيم مع اهله دخلت بالعصير، وكانت مفاجأة بالنسبة ليها. عنك انتي، قالها وهو بياخد الصينية منها وحطها على الترابيزة. انت بتعمل ايه هنا؟ جاي طالب القرب من والدك في بنته الكبيرة، اصلها شغلة تفكيري، وبعدين بصراحة يعني انا احب اشيل شيلتي. وانا مش موافقة، وانت جيت على الفاضي. لا مش على الفاضي ولا حاجة، وبعدين عيب قوي لما احب واحدة وتروح لحد تاني كده، وكده اخد واحدة قلبها مع حد تالت. انا فهمت الدرس وهتجوزك كده كده. ويا ترى بقى متراهن على ايه المرة دي؟ جاموسة. انت بتتريق؟ لا، ابويا قال لي لو وافقت عليك هذبح جاموسة في فرحك، وانا بصراحة بقى عايزة اكل ممبار، وقلت اجي اتجوزك واكسب الجاموسة. انت عبيط؟ اللي تشوفيه. المهم بس تلمي الدور قدام اهلنا وتطلعيني كده بشكل حلو معاهم، عشان الكل شايف ان انا صايع ومفيش واحده في الدنيا تقدر تلمني. بس حقيقي انت مش صايع ويطلع منك حاجه، لكن محتاج اللي ياخد بايدك. وانا بقولك تعالي خدي بايدي وبقلبي كمان. على فكره بقى انت واحد مش محترم. طب على فكره بقى ابوكي قاعد وامك قاعده واختك قاعده وابويا قاعد وامي قاعده. عايزه حاجه تانية؟ استوعبت ان الكل بيبص عليهم وبيضحكوا، وده اللي خلاها راحت تقعد جنب باباها بسرعه. انا شكلي كده اغير رايي فيه، ده مش طبيعي. وبعدين ايه اللي حصل ده؟ انا اسفه يا بابا، بس هو اللي جرجرني، حقك عليا. انا شكلي كده هطلق من امك على ايدك، قالها وهو بيضحك. فابتسمت ليه. حقك عليا يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منك، وتفضل مالي قلبي وعيني بحنيتك، وتخليني ابقى مفتقده جزء الزوج فقط ورايحه ليه، وانا شبعانه حنيه من كل حاجه. ربنا ما يحرمني منك ولا من اختك ابدا. بعد شويه قعدت مع تميم في مكان مفتوح هما الاتنين بس. انا عارف اني غلطان، بس صدقيني كلنا خطائين، ويمكن ده حصل عشان ارجع للصراط المستقيم، وانا خلاص قررت ان انا هتقي الله فيكي وعمري ما هعمل حاجه حرام. ربنا يهديك ويهديني يا رب. انا اتكلمت مع والدك ان كاتب الكتاب يبقى مع الخطوبه، والفرح يبقى بعد الامتحانات على طول، وباذن الله نبدا حياه جديده سوا. ايه السرعه دي؟ دي اقل حاجه ممكن تحصل، وبعدين بقى انا حاسس ان هبقى مبسوط كده. وافق بقى يا ترى وخلينا نروح الامتحان بكره واحنا مخطوبين. بس انا مش عايزه اكمل في الكليه دي. ليه؟ ولو قلت لك علشان خاطري، مش حد معين هو اللي يهز ثقتنا في نفسنا. اكيد هم فضحوني، الفضيحه ليا انا، وبعدين احنا راجعين اقوياء لان احنا الاتنين بقينا سوا وهنفضل العمر كله سوا. عايز يبقى في ثقه اكتر من كده؟ صدقني انا واثقه فيك مش اكتر من ثقتي. اتفقوا على كل حاجه في اليوم ده وقروا الفاتحه، وتاني يوم راحت الكليه تحضر اول امتحان، وطبعا الشله كلهم كانوا موجودين. فحنين اتكلمت بسخريه. ربع ثقتك في نفسك وانت جايه كده بكل فخر. عايزه ايه يا حنين؟ مش عايزه حاجه غير ان يبقى عندك شويه دم وتكوني عرفتي بس قيمه نفسك. وبعدين عايزه افرحك، انا وتيم قررنا ناخد خطوه جد في علاقتنا، وهي الخطوه الجد دي ان يجي امبارح بيتي ويعرف فتحتي مع بابا. ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين مفيش حد يصدق كدبك. لا صدقي يا حنين، انا فعلا رحت خطبت تارة من والدها. عقبالك. يلا يا ترى ميعاد الامتحان. يلا بينا. حنين طبعا كانت بتاكل في نفسها، بس في الاول والاخر مش هتقدر تعمل اي حاجه. وبعد كام يوم جه اليوم المنتظر، وهو الخطوبه رسمي وكتب الكتاب. فالمأذون قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بالرفاء والبنين يا ولادي. من الفرحه كان هين عليها تعيط، فقام وقتها وقرب منها. انا النهارده اسعد انسان في الدنيا كلها، وانا مش مصدقه ان حب سنين في السر اصبح في العلن دلوقتي، وان ربنا رضاني بيك، وربنا يغفر لنا ان شاء الله. يغفر لنا لان باب التوبه على طول مفتوح للمسلمين اجمعين. كنت حابب اقول لك بلاش فرح وخلينا نعمل حج كبير. بتقول ايه؟ مش عايزه ازعلك، بس بصراحه احنا عملنا حاجات كتير غلط، وانا عايزه اختمها بحاجه حلال تستاهل. لو عندك اي اعتراض عرفيني. بالعكس مفيش اي اعتراض، بس انا مبسوطه قوي يا تيم. مش اكتر مني. انا اسعد واحد في الدنيا دي كلها، وحاسس ان ربنا عوضني ونور بصيرتي. بقعد اقول يا ريتني كنت شفتك من زمان. ترتيب ربنا الحمد لله، واخيرا اتجوزتك يا تارة الخياره. دمك مش خفيف على فكره. يا سلام. ايوه بحبك قوي يا تارة، بحبك فوق ما تتصوري.
صدقني وانا كمان بحبك، وانا النهارده اسعد واحده في الدنيا.